يا اهلا وسهلا، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع النهارده موضوع مهم جدا وشاغل بالنا كلنا، وهو موضوع التوفير. بس قبل ما نبدا انا عايزه اقول لكم ان انا عامله سلسله فيديوهات عن التوفير. هسيب لكم كل اللينكات بتاعت الفيديوهات دي تحت في صندوق الوصف. فلو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي لايك علشان الفيديو ده يظهر عند ناس كتير وناس كتيره تستفاد منه. ويلا نبدأ ونقول بسم الله ونبتدي على طول الفيديو بتاعنا. أول نقطة واللي أنا شايفاها مهمة جدا جدا وضلع أساسي في المعادلة بتاعتنا، في معادلة التوفير، هم أولادنا. احنا محتاجين نقعد مع أولادنا قبل ما نبدأ أي خطة للتوفير، قبل ما نفكر ازاي احنا هنحط قواعد جديدة للبيت، قبل ما نفكر ازاي احنا هنلم نفسنا شوية في الأكل والشرب والمصاريف والخروج. محتاجين نقعد مع أولادنا نفهمهم ان في أزمة مؤثرة علينا بشكل كبير جدا في مصر، واننا مش لوحدنا اللي متأثرين بالأزمة دي. البيوت كلها يعني في حالة أزمة كبيرة جدا. احنا محتاجين عشان نعدي الأزمة دي واحنا مستورين ان احنا نسند بعض ونرضى بالموجود ونشكر ربنا على النعمة اللي احنا فيها. مهم جدا ولادنا يوصلوا للقناعة دي. رقم 2 يا ست الكل بيقولك بلاش تنزلي من البيت انت والولاد وانت جعانة او من غير ما تتغدوا. مهم جدا قبل ما انزل من البيت اتغدى. ولو انت عارفة ان ولادك بينزلوا مع اللعب والحركة والجري والمشي ممكن يجوعوا، اعملي سندوتشات من البيت اللي هو تصبيرة لو جاعوا او انت جوعتي تاكليها في الشارع ونرجع نتعشى في البيت. فهم الولاد كده قبل ما ننزل، كلوا قبل ما ننزل من البيت علشان ما فيش اكل بره. الميزانيه ما تتحملش ان احنا كلنا ناكل بره، ولا واحد ياكل والباقي يتفرجوا عليه. رقم 3 بيقولك ما تخشيش اي سوبر ماركت كبير، ما تخشيش اي هايبر كبير جنبك. عايزين نقفل على الموضوع ده تماما، مش عايزين حتى ندخل نتفرج على عروض. فكره ان انا اخش اي هايبر ماركت جنبي ممنوعه، لان انا بدخل اتسحل حرفيا في اي ماركت. فمطلوب منك اللي انت تمشي حالك من البقاله اللي جنبك، مشي حالك منها. اللي انت محتاجاه وضروري جدا انزلي هاتيه من البقال اللي جنبك او السوبر ماركت الصغير اللي جنبك. رقم 4 دي مهمه جدا. اول لما تقبضي المرتب بتاعك طلعي منه كل الاساسيات، الكهرباء، الميه، الغاز. بعد ما طلعنا الاساسيات بتاعتنا هنقول ان احنا اتبقى منا 2000 جنيه اللي هم الصافي بقى. في ناس تيجي تقولك ايه، قسمي اللي اتبقى منك على 4 اسابيع الشهر، كل شهر مثلا 500 جنيه، وابتدي طلعي 500 جنيه ماشي بيهم الاسبوع. انا مش موافقه على الكلام ده خالص. هتقولي لي ليه؟ هقولك طول ما في فلوس مركونه في البيت انت طلعتي اول 500 اللي هتمشي بيهم الاسبوع، ما كفوش، هتعملي ايه؟ هتبتدي تسحبي من اللي مركون اسبوع على اسبوع، ايدك هتروح عليهم، هيخلصوا قبل ما الشهر يخلص. لا، يبقى انا كده ما عملتش حاجه. طيب هتقولي لي طب انا اعمل ايه؟ هتاخدي ال2000 جنيه تنزلي تشتري بيهم كلهم طلبات بيتك. هتقولي لي وبعدين؟ انت دلوقتي اما بتنزلي تجيبي بكل صافي اللي اتبقى معاكي من المرتب خير للبيت واكل للشهر كله، انت كده ريحتي دماغك، انت كده ضمنتي ان مفيش قرش هيصرف في الهفا زي ما بيقولوا، يعني في كلام فاضي. انت كده ضمنتي ان قرشك حطيتيه بكل امانه في حاجه هتخدم بيتك الشهر كله. رقم 5 بيقولك ايه بقى، وانا بعمل كده شخصيا يعني، انزلي هاتي قطعيه اللحمه بتاعت الشهر كلها. وليكن انا هاكل او عامله حسابي ان انا اجيب 3 كيلو لحمه هيمشوني الشهر كله. هقول لكم ازاي. وكيلو مفروم، ادي بقى 4 كيلو لحمه. هتخلي الجزار يقطع لك ال3 كيلو حته واحده ويوزنها لك حته واحده. هيجي بقى بعد ما وزنها بيقطعها تقولي له لا ما تقطعليش اللحمه، هتاخدي اللحمه قطعيه واحده كلها. يعني انا عايزاكم تجربوا الموضوع ده شهر واحد وحقيقي هترجعوا تدعوا لي. انا عن نفسي بجيب كمية اللحمة بتاعتي واقعد اشفيها في البيت على مزاج، طلع منها الدهن وطلع منها الشغط واخليها حلوة وجميلة كده وحمرة وجميلة جدا. وابتدي اعمل ايه بقى؟ هي دي النقطة المهمة. تبتدي تقطعيها بايديكي. فانا ممكن اصغر قطعة اللحمة شوية
بحيث مثلا بدل ما ياكل مره واحده في اليوم، لا ياكل على الغدا، ياكل على العشاء، او يتبقى لتاني يوم. وناكل يومين لحمه بدل ما ناكل يوم واحد لحمه، لا ناكل يومين. ونعرف ولادنا معلش هي قطعه اللحمه صغيره شويه بس عشان يتبقى لك بكره لحمه، او يتبقى لك بالليل لحمه. وافهمه مش رخامه ولا بخل، انا مهم ان انا ااكل ولادي لحمه. كيلو اللحمه المفرومه اللي احنا اشتريناه ده هنبتدي نقسمه على 4 اكياس 5 اكياس زي ما احنا عايزين. رقم 6 يعني بديهي واساسي في الايام اللي فيها خير والايام الصعبه شويه. قللي كميات الاكل، حاولي ما تهدريش، حاولي ما تعمليش زياده عن احتياجك. يعني اعملي الاكله اللي انت تبقى عارفه هتكفيكي النهارده وبكره بس، ما تقعدش 3 ايام. لو انت ولادك ما بيحبوش الاكل البايت، اعملي كميه الاكل اللي عارفه انها هتخلص النهارده، ما يتبقاش منها طبق واحد لبكره. ليه؟ لان في من ولادنا ما بياكلوش الاكل البايت نهائي، لو بات خلاص كده شكرا. فانت حاولي برضو ما نهدرش، نعمل الاكل على قد احتياجنا. احب الاكل ما يباتش، اعمل على قد النهارده بالظبط. درج التلاجة قلبي فيه باستمرار، حاولي ان ما تخليش خضار يبوظ منك. نقطة كمان مهمة، الوقت اللي تلاقي فيه الخضار رخيص هاتي وفرزي، بتنفع جدا وبتخليكي ما تنزليش من البيت. لو انت متعوده تعملي صينيه المكرونه البشاميل بلحمه مفرومه كتير، في كل مره تيجي تعملي صينيه المكرونه البشاميل شيلي معلقتين 3 من العصاج وحطيهم في الفريزر. مره على مره على مره هتلاقيكي بقى عندك كميه لحمه مفرومه تقدري تستخدميها في اي طبخه تانية وقت الزنقه. يعني احنا بيجي علينا اخر الشهر ده بنبقى مزنوقين جدا في عرض اي حته لحمه نلاقيها. النقطه اللي بعد كده بتقولك لو شاريه لانشو، لو شاريه جبنه رومي، لو عندك بسطرمه، عندك تونه، اللي يتبقى منك من الحاجات دي كلها بسرعه شيليها في الفريزر، هتنفعك جدا. الجبنه الرومي ممكن تبشريها وتقطعيها رفيع وتحطيها على وش صينيه البشاميل او على وش البيتزا. البسطرمه واللانشو برضه اما تيجي تعملي بيتزايه ممكن تلمي كل الحاجات دي وترشيها على وشها وتعملي احلى بيتزا. النقطه اللي بعد كده بتقولك خلي يوم او يومين في الاسبوع ما تنزليش تشتري اي طلبات من الشارع، مشي بيتك باللي موجود. تبقي عامله حسابك ان انا مش هشتري طلبات من الشارع، الموجود عندي في البيت هعمله ايا كان بقى، دعبسي قلبي طلعي، المهم ان انت صرفي نفسك يومين في الاسبوع وتعملي اي طلبات عندك في البيت، اخترعي منها اكله ومشي يومين في الاسبوع بيهم. النقطه اللي جايه دي حلوه قوي وانا بحبها وانا بعملها شخصيا. طبعا اما بنروح نشتري كميه اللحمه بتاعتنا من الجزار ونيجي نشفيها في البيت بنطلع كميه سمين محترمه، يعني بجمعه في كيس واحطه في الفريزر، واجي اخر الشهر او ما يبقى عندي كميه كويسه بحطها على النار اسليها. بسلي الدهن ده، اوطي النار واغطي الحله واسيبه يسلي، بينزل لي دهن صافي جدا جدا. هتقولي لي هعمل بيه ايه؟ انا ببتدي بعد ما بسليه ويتجمد عندي ببتدي اقطعه مكعبات زي مكعبات مرقه الدجاج، وابتدي في احيانا ايام كتيره جدا ما بيبقاش عندي لحمه وعايزه اعمل شويه محشي من غير لحمه، فبطلع مكعبين اعمل بيهم شوربه بيبقى طعمها كانك سلقه لحمه بالظبط، وابتدي اسقي بيها. ممكن اطلع مكعبين واعمل بيهم شوربه واعمل شويه ملوخيه من غير لحمه، مش هيقول لا. بحس ان هي احسن مليون مره من مرقه الدجاج، وحاجه مفيده وحاجه مغذيه وبتديكي طعم الشوربه الطبيعي. النقطه اللي بعد كده بتقولك وانتي نازله تشتري الفاكهه، انا الصراحه جربت الموضوع ده وكان هايل جدا. بشتري نص كيلو فاكهه، ما اتكسفش. يعني هو انا ما بنزلش اشتري نص كيلو فاكهه، بس بروح عند الفكهاني اقول له مثلا انا عايزه 3 انواع فاكهه، وليكن يعني انا عايزه اعمل 3 انواع فاكهه، عايزه اعمل لهم كوكتيل في البيت. فبجيب نص موز، نص تفاح، نص فراوله مثلا، اديني جبت كيلو ونص، وابتدي اروح البيت اعمل لهم كوكتيل وياكلوا. مش لازم اروح اجيب من كل نوع كيلو ونص فاكهه، مش لازم اروح اجيب من كل نوع كيلو فاكهه ويقعد عندي وممكن يبوظ ويترمي من النص صباعين 3. طب وانا ليه؟ انا اروح اجيب انصاص وممكن ناكلها النهارده بس او النهارده وبكره، يعني النهارده اعمل كوكتيل بكره اضربه في الخلاط ونشرب عصير.
فعودي نفسك كده، روحي عند البايعين كلهم دلوقتي بقوا متعاونين جدا، واللي عايز نص بيوزن واللي عايز كيلو بيوزن. النقطه اللي بعد كده، طبعا كلنا لينا طلبات، سواء بقى مكياجات، سواء كريمات، سواء حاجات كتيره جدا جدا. ما بقولكيش يلا نحرم نفسنا، بس احنا ممكن نعمل حاجه ظريفه جدا. اقسم طلباتي، مش لازم طلباتي كلها اجيبها في شهر واحد، اقسمها. انا النهارده مثلا او الشهر ده هجيب السان بلوك اللي انا محتاجاه، الشهر الجاي هجيب المسكره اللي انا محتاجاه، الشهر اللي بعديه هجيب المرطب اللي انا عايزاه، وهكذا. ابتدي على حسب ميزانيتي اقسم احتياجاتي. النقطه الاخيره بقى بتقولك ايه، بدل ما تشتري ازازه الشامبو الكبيره دي، لان عندنا ولادنا بسم الله ما شاء الله بيخشوا افترا بقى قدام ازازه شامبو، حط شامبو كتير، تلاقي ازازه الشامبو ما بتكملش 3 ايام. طب ايه ده؟ ما يعني بيخشوا بقى ايه مره ويحطوا شامبو كتير واثنين وثلاثه. لا، انا بشتري اكياس الشامبو الصغيره، بصراحه بتظبط. يعني مثلا واحد ممكن يدخل يستخدم كيسين 3 فخلاص. يعني في انا حاكمه الموضوع شويه عن ازازه الشامبو الكبيره اللي بتستهلك بسرعه جدا، وممكن ابقى محتاجه في الاسبوع ازازتين شامبو كبيره عشان تكفي. طبعا مشوار الكوافير بقى مكلف جدا. فكره ان انا اروح كل شهر ادفع لي 50 جنيه علشان اعمل وشي ومنطقه الشنب والحواجب، والموضوع يعني طالع في زياده. دي مكنه براون للوش، دي هايله جدا، هتغنيكي عن مشوار الكوافيره. انا اشتريت المكنه دي بصراحه ريحتني جدا. انا عامله فيديو تفصيلي عن المكنه حبيبتي دي اللي انا ما اقدرش استغنى عنها ابدا اهي، واسيب لكم الرابط بتاعها تحت في صندوق الوصف. بعمل بيها وشي وبعمل بيها منطقه الشنب، وطبعا الحواجب بقيت اعملها لوحدي. يعني اتعلمي من باب حتى الاعتماد على النفس. يعني احنا مش هنفضل طول العمر بقى مستنيين اما اروح عند الكوافير عشان تظبطني وتعمل لي مكياج كويس وعشان تظبطني. لا، ما نعمل لنفسي كل حاجه. النت ويوتيوب فيه مليون الف فيديو ازاي تعملي لنفسك مكياج كويس، ازاي تعملي حواجبك، ازاي تعملي الفتله لنفسك انت لو بتحبي الفتله يعني وما بتحبيش الحاجات دي. طيب في ناس هتقولي طبعا احنا بنتكلم عن التوفير وانا معيش دلوقتي اشتري البتاعه دي لانها يمكن تطلع غاليه ولا حاجه. برضه هقول لكم على حل رخيص جدا جدا وهيوفر معاكي مشوار الكوافير وال50 60 جنيه بتوع كل شهر، وهي مكنه الفلامينجو دي. طبعا كلنا عارفينها، طبعا انتشرت جامد جدا اهي. والله يا جماعه اختراع سحري، بس احنا اللي بنصعبها على نفسنا. الستات تفضل تقولك ده دي هتطلع شعر كتير، ده دي هتخلي الشعر زياده. والله لا بتقل الشعر ولا بتزوده ولا بتخدر مكانها ولا حاجه خالص، كأنك شايله شعر وشك وحواجبك بالفتله. وبس كده. ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا منه واستفدتوا منه، وقدرت اوصل الكلام اللي انا عايزه اقوله بسهوله ويسر. وربنا يوسع في ارزاقنا كلنا يا رب، ويحسن ما بين ايديكم، وربنا يصلح حالنا وحال الجميع. اللهم امين يا رب. اشوفكم على الف خير في الفيديو الجاي. مع السلامه.